جات السيد مكالمه قلتي علاش اصبر نجاوبك اصبر نجاوبك عندي الزمل تاع بوك كاع الليله خليه ابراهيم خليه ابراهيم لا 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 ما تعصبش ليه يا صاحبي ما تعصبش خليه لي يا صاحبي خليه لي ما تعصبش. انا بغيت نسولو على الكلام اللي قال قبيله واش هما لاجئين الا كانوا لاجئين وكان قال لك على انهم مسلحين واش اللاجئ كيكون مسلح. ثاني حاجه بغيت نسولو انا غير هاد 50 عام هاد 50 عام باش هو يفيق ويعرف على انه مبردع والنظام ديالو مبردع. راه المغرب هذاك الشيء اللي كنتو غديروه في الحقبه ديال بومدين واللي قال لهم غادي نديروا للمغرب حجره في الصباط باش ما يتقدمش وما يتطورش لانه خايف من النظام الملكي. كيعرف القوه ديال النظام الملكي وعارف على ان غتكون قوه اقليميه. خلق هاد البوليزاريو هاد المرتزقه ومني خلقهم لهم المغرب خلاهم في استنزاف الاموال ديالهم. المغرب رغم انه بلد ليس نفطي وليس غازي وانما اعتمد على العنصر البشري ديالو واعتمد على المؤهلات الفلاحيه ديالو واعتمد على الصيد البحري واعتمد على الفوسفات وبنى دوله وشيد دوله وبنى الصحراء والصحراء رجعها من احسن مدينه في الجزائر. اذا هنا 50 عام شكون هو اللي تورط؟ شكون هو اللي تستنزف؟ شكون هو اللي طاح في مشكل ما عمره ما يخرج منه؟ هنا اللي خاصو نكمل اخويا. انا غادي بغيت نقول لكم واحد الكلمه السي ابراهيم اعتذر اسمح لي عصبني حين من سديتي وكتدخل في مكالمه قال هل تسمعونني يا اهل الزريبه؟ نعم نسمعك. هيا قلناها ليه صراحه انا سمعت كل شيء خويا اعتذر خويا المغرب خويا الاخ المغربي اسمح لي انا تنطلب الاعتذار من المستمعين. اسمع المغرب العظيم شوف خرجت من اللايف وطفيت الويفي لا شفت نحيت كلش قلت خلاص يعني ما يزيدش يعني حتى الا كان يعني استطاع انه يتكلم وكذا يعني خلاص الويفي نحيت كلش. ولكن مع ذلك مع الاسف التيك توك يعني يبقى التيك توك خدام واحد 5 دقائق 4 دقائق عاد كيطيح اللايف. اما الجواب على السؤال ديالو بماذا هي مغربيه يا ودي راه كنقول لك انا خلي الاعترافات وخلي القنصليات وخلي على ان راه الجيش المغربي تم، الامن المغربي تم، الدرك المغربي تم، الرايه المغربيه تم، الخيرات ديال الصحراء كيستافدوا منها الشعب الصحراوي اللي هو شعب مغربي. اما الا جيت نقول لك على ان باش غتثبتها لي على ان تماك راه كاينه استثمارات. واش كتعرف على انها الدول والدول المتقدمه اولا الدول الغنيه ملي كتجي تستثمر في واحد المكان راه هذيك راه بمثابه ماشي اعتراف، بمثابه حمايه لذاك المكان، حمايه. راه هاد الاشخاص هادو سبحان الله ما عرفنا واش كياكلوا شي ماكله من غير الخبز، واش كيشربوا شي ماء من غير الماء العادي، او لا كيتنفسوا شي هواء اخر. اقسم لك بالله على ان هذاك الشخص اخويا ابراهيم لا يستحق على انه تناقشوا. وانا منهم بزاف يا اخي منهم بزاف. وانا احييك على هذاك العنوان ديال المنصه طبيب المجانين. طبيب المجانين ربما المجانين تلقى معهم واحد الصيغه اللي تقدر تعالجهم. اما هاد الناس لا علاج لهم، ضاعوا بشاو. راه دابا بقاو في واحد الارض يعني لا تقدم لا حضاره لا والو الا المغرب. الملك بوليزاريو دمرات لكم بلادكم. اقارن بلادك ما تقارنهاش بالمغرب، قارنها بدبي، قارنها بقطر اللي تاسوا من وراكم. الا كنتوا انتم واصبحت تستثمر خارج البلاد. وريني دابا استثمارات ديال الجزائر خارج الجزائر. حنا نقولوا نستثمر في الجزائر، وريني استثمارات حقيقيه خارج الجزائر.
فلوسها كلها مشاو رشاوي، كلها مشاو في شراء الدمام، كلها مشات في دعم حركه انفصاليه، و50 سنه من الدمار، وغادي يبقاو غيدمروا حتى غادي تفرقع عندهم شي قنبله تماك. تحياتي اخويا ابراهيم، لا عليك الشخص بين على انه فارغ عديم الاخلاق، تو سامبلومون انه مبرع. هذا هو اللي نقولوا ليه. تبارك الله عليك اخويا، تحياتي، شكرا لك. مع الاسف الشديد هذا هو المثال تاع اللي يقولوا من بكري، يقولوا ديروا قدامكم ما ديروا وراك. شنو ولا اهلا وسهلا اختي، كيف الحال؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. كي راك داير طبيب؟ لاباس؟ رانا دايرين، رانا تشوف خويا الحاله، الله غالب. واش كاين ثاني نسي؟ ايوا راك تشوف المرضى خويا، المرضى راهم كثروا عندنا في اللايف هذا، راه يقوموا يخرجوا يتجاوزوا الخط الاحمر. المرضى راهم من عندكم ومن عندنا، والاغلبيه من عندكم. لا سيدي يرحم والديك، والله يا اخي ما عانيت المعاناه اللي راني نعانيها من عندكم، من اتجاه الجزائر. هما اللي راهم يجيو. انت مغربي وظل دير لايفات الجزائريه، هل ترى يطلع لك يا سيدي؟ شوف والله اسمعني انا من اول يوم بديت اللايف هذا عمر طلع مغربي يسب كيما يسبوا هاد الاخوه هاد، وما يصرفونش يكونوا اخوه اصلا. ما شفتش اللايفات الاخرين اللي يسبوا فيه. انتم عاد كاين لايفات على حسب. شوف عادي، شوف يا اخي، شوف لازم كنشوف البدايه من راها جات. شوف الجزائر لما يطلع كيما هذا، غدا من الفرصه كنت جاتني مكالمه مشيت نجاوب الشخص، غدا من الفرصه بدا يسب في الناس. في نظرك انت من طبيعي جدا انه وجه المغربي وراء هذا ويسب، لانه حب يرد، لان جا واحد البخوش، واحد الميكروب، واحد المبردع يغتال من الفرصه ويسب في الناس. يعني عادي جدا انك تشوف المغربي يرد بالمثل. يعني حتى المغربي اللي صادق في اللايف الثاني راه عنده نفس المشكل بزاف. شوف كاين منصات بزاف يسبوا. على كل حال انت محترم، انت تحب تطلع عليك هكذا عباد جزائريين ولا يتحضروا معك باحترام زعما على حسب الموضوع اللي يديروا. مانيش نقول لك انت بصح كاين منصات يا ونقول لك حاجه، مغاربه دايرينها غير سب السرول لتحت، اللي يطلع يبداو يحبسوا له في المايك ويسبوا فيه. مانيش نحكي لك انت يا انسان محترم نورمالمون يطلع يحكي معك باحترام. انا ما سمعتوش السيد هذا، مانيش عارف اللي تحكوا عليه والله ما على بالي. على كل حال واش تحب تقول خويا العزيز؟ مرحبا بك، تفضل. واش راك داير الملف الصحراء الغربيه انتهى ولا مش عارف؟ هذا هو. واش راك فيه انت؟ ولا انت ودوك انت يا بلادك، انت هذه بلادك ومتيقن باللي بلادك، علاش حتى دير عليها لايف ودير عليها بلاكه زرقاء وبلادي انا حر عادي، وين راه المشكل؟ لا ماكش متيقن منها. اسمح لي طبيب، نهضروا باحترام، ما نسبك ما تسبني. لان شوف انا حطيت السؤال هذا على امثال هذا الشخص اللي كان في اللايف هذا ويحل بالصحه. لا شوف كإنسان اسمع لي، انت انسان طبيب مجانين مثقف وكذا، نورمالمون على بالك باللي الصحراء هذه تاعك ما نديرش عليها لايف، ندير موضوع واحد اخر انايا في كاش قضايا تخص الجزائر والمغرب. حتى نساوها الجزائريين. بعد ذلك نبدل الموضوع، نبدل البحر بعوض الصحراء، نحط البحر عوض الصحراء. ما ننساوهاش حنايا وينساوها هما. كيفاش ننساوها حنا؟ هما راهم يطالبوا بتقرير المصير، حنا واش دخلنا؟ حنا واش دخلنا؟ انت شوف، انت تقول هذا الكلام هذا، انت تقول سيدي واش دخلنا، ولكن بزاف نتاع الجزائريين دخلوه في المعمعه. خلينا هما راهم يطالبوا بتقرير المصير. هما عبد المجيد تبون الرئيس تاعنا واش قال لكم؟ قال لكم اذا حبوا ينضموا المغرب ربي يسهل، حبوا يكونوا صحراويين ربي يسهل. حنا واش دخلنا؟ شوف الكلام هذا لازمك تقولوا اخي لهذا الاخوه اللي راهم يجيو ويسبوا من اجل هذه القضيه. ما تقولها ليش انا اخويا، ما تقولهاش في اللايف هذا. لازمك تحوس على الجزائر اللي يدافعوا على حاجه اسمها بوليزاريو. يا طبيب انا ندافعوا عليهم، رانا نقولوا هما راهم طالبين تقرير المصير. واش دخلنا فيهم حنا؟ هما راهم طالبين تقرير المصير، الشعب باكمله وراهم في المناطق المحرره 30%. على بالك بها انت دوك كي يطلع جزائري وكاتب لي ملف الصحراء الغربيه، ما تكتبوش، ما ديرليش هذه، دير موضوع واحد اخر. انت متيقن باللي هذه بلادك الصحراء. دوك انت هنا راه عندك وسواس فيها، عندك شك فيها كامل، ديروا عليها لايفات معناتها عندك شك فيها يا اخي. صحيح. اوكي ولا لا. شكرا كادر، شكرا.
شكرا. شكرا لك.